ايه احسن رود ماب للبروبلم سولفنج وازاي ادخل الاي سي بي سي من غير ما اكون في حاسبات ومعلومات؟ فيعني ايه مهاره ويعني ايه مهمه ويعني ايه اصلا ان انا اتعلم مهاره البروبلم سولفنج، وانا اتعلمها ليه طالما هي مش اساسيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غبت عنكم فترة من أصعب الفترات بكواليسها بمشاكلها بحلاوتها بوحشتها، بس إيه رأيك؟ يعني في تغيير وفي سوق جديد وشغل عالي يعني ودلوقتي أقدر أقول لك ويلكم باك تو ماي شفرة بلس شانل. أهلا بيكم، أنا محمد القاضي ودي قناة شفرة بلس. غبنا ورجعنا تاني، وطالما غبنا يبقى أنت توجب معانا بقى. رجعنا لك يا عم اهو. فانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وادخل بقى تابعنا على تليجرام انستجرام لينكد ان وفيسبوك عشان تبقى متابعنا اول باول وتعرف ايه اللي هيجي. ودلوقتي احنا ثبتنا مواعيد الفيديوهات بقى حد وتلات وجمعة. الحد والتلات الساعة 6 مساء، يعني الفيديو ده هينزل لك يوم الحد الساعة 6 مساء، ويوم التلات برضو الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. تقريبا كده من اول ما بدات سلسله البروبلم سولفنج وانا بيجي لي سؤال واحد بس: ايه احسن رود ماب للبروبلم سولفنج؟ المشكله مش هنا، المشكله ان اي حد مبتدئ او لسه داخل يتعلم بروبلم سولفنج بيبقى فاكر ان البروبلم سولفنج او الكومبتيتيف عامه بيبقى ليه اللي هو قاعده واحده او حاجه ثابته معينه اللي دي كله بيمشي عليها. بس الفكره كلها، الفكره اللي جايه في دماغي ان انت دلوقتي لو رحت تسال عن اي مجال في اي حاجه وتقول مثلا ايه الرود ماب بتاعت المجال ده، هتلاقي ان في رود ماب ثابته لكل حاجه، لكن عند البروبلم سولفنج وبيكون ليها كذا حاجه. فدلوقتي اي حد بيبقى عشمان ان مثلا حد يقول له امشي على دي وهتوصل لكذا وكذا وكذا. بس المشكله ان مش كل واحد تنفع معاه نفس الرود ماب، او مش كل واحد تنفع معاه حاجه اسمها رود ماب ثابته لازم تاخدها ان انت تاخدها وتمشي بيها، لان الكلام ده غلط. وما ينفعش في البروبلم سولفنج حاجه اسمها رود ماب ثابته للبروبلم. يعني دلوقتي لو جيت اسالك ايه انا عايز رود ماب للفرونت اند عشان ابقى فرونت اند قد الدنيا، هتيجي تقول لي هم ثلاث حاجات: HTML و CSS وجافا سكريبت. ما علينا بقى من الفريم ورك والحاجات دي حاجات تعرفها مع الوقت. بس دلوقتي اي حاجه او اي حاجه تدخلها ليها رود ماب ثابته الا البروبلم سولفنج، لان هي فيها كذا طريق. طيب البروبلم سولفنج هبدا اتعلمها. طيب انا المفروض اعمل ايه عشان اتقن مهاره البروبلم سولفنج بشكل كويس؟ خد انت بتقول مهاره، يعني ايه مهاره اصلا؟ يعني انا دلوقتي داخل اتعلم حاجه مش اساسيه، وحاجه ممكن ما اشتغلش بيها، وحاجه انا اقدر ادخل اي تخصص اتعلمه في 6 شهور ولا في سنه، وايه وهجيب فلوس وانت هتكون لسه بتتعلم اصلا. فيعني ايه مهاره ويعني ايه مهمه ويعني ايه اصلا ان انا اتعلم مهاره البروبلم سولفنج، وانا اتعلمها ليه طالما هي مش اساسيه؟ خد ما تستعجلش وهجاوبك على كل اسئلتك دلوقتي. طب انت داخل تسالني ليه على رود ماب لما انت مش عايز تكمل في البروبلم سولفنج؟ طيب البروبلم سولفنج دي مهمه ليه؟ وليه مهمه اصلا؟ البروبلم سولفنج دي المفروض ان انت مهاره هتكتسبها مع الوقت، ودي اساسياتك كمبرمج. يعني انت كمبرمج هتتاسس لسه، محتاج ان انت تنمي المهاره دي عندك، لان مهاره مهمه جدا، وكل اللي هيجي بعد كده هيترتب على البروبلم سولفنج، لان كل الحاجات الشغل والتخصصات والحاجات دي كلها قايمه على ان بروبلم واحنا بنحلها. الدنيا دي كلها قايمه على ان الدنيا دي كلها مشاكل، وانت صفتك بروبلم سولفر بتبدا ان انت تحل المشاكل دي وانت مش واخد بالك ان دي مشاكل. فالفكره كلها ان احنا عايشين في مشاكل واحنا بنبدا نحل المشاكل دي كلها. وليه البروبلم سولفنج دي مهمه، او ليه اصلا اهميتها وان هي هتفيدك في ايه؟ انا كنت عملت فيديو بالتفصيل بيتكلم عنها، هسيبها لك في الاي اللي هنا او اللي هنا او اللي هنا او في الديسكريبشن او في اول كومنت او في اول كومنت. ما هو الهدف من تعلم البروبلم سولفنج؟ طيب دلوقتي انا عشان اتعلم اي حاجه او لسه داخل على اي حاجه بتعلمها، فانا هسال نفسي سؤال واحد: انا ليه عايز اتعلم كذا؟ انا ليه عايز اتعلم مهاره البروبلم سولفنج؟ او انا عمال اكرر لك كلمه مهاره عشان تدخل في دماغك، عشان لو انت مش داخل ان دي مهاره فهي مهاره. انا ليه عايز اتعلم بروبلم سولفنج؟ اول حاجه ان انت بيكون عندك هدفك ان انت تقوي نفسك في لغه معينه من اللغات الاساسيات، او ان انت تبقى متسابق وتبقى كومبتيتيف بروجرامر، تدخل مسابقات زي الاي سي بي سي.
فده هدف، والاولاني ده هدف. في هدف تالت ان انت مثلا متارجت شركات زي الفانج. ايه هي شركات الفانج دي اصلا؟ امازون، فيسبوك، ابل، نتفليكس، جوجل، مايكروسوفت، ادوبي، اوبر، او تسلا، او نيفيديا. طيب هسألك تاني، ايه احسن رود ماب للبروبلم سولفنج؟ لان انا مش هعرف ابدأ خالص. عشان محدش يضحك عليك، مفيش حاجة اسمها رود ماب ثابتة لحاجة، ومفيش رود ماب ثابتة للبروبلم سولفنج. ليه بقى؟ لان في ناس هتبدأ تستغلك وتبدأ تشوف اعلانات كتير، تعالى هديك رود ماب سحرية هتوصلك للعالمية، فمفيش الكلام ده. كل اللي في الموضوع انت حابب تبدأ بايه وتبدأ فيه بس. يعني على اساس الهدف بتمشي. يعني انت مثلا لو عايز تقوي نفسك في لغة معينة، سي بلس بلس، بايثون، جافا، فبتبدا ان انت ايه تحل بروبلم على اساس ان انت تطور من كذا. يعني انا مثلا ذاكرت داتا تايب، ذاكرت لوب، ذاكرت فانكشن، ذاكرت اي حاجه عايز احل عليها بقى، احل عليها بروبلم عشان اقدر ان انا ايه اقول ان انا اكتست الحته دي بنسبه 100%. طيب ممكن تديني نبذه عن كل حاجه عشان اعرف احدد؟ دلوقتي اول حاجه، لو انت طالب في كليه حاسبات ومعلومات وجيت دلوقتي او اي كليه تانية وعايز ان انت تبدا ان انت تشارك في الاي سي بي سي، فانت كل اللي هتعمله ان انت هتبدا تمسك لغه معينه مثلا زي سي بلس بلس، دي اشهرهم اللي احنا كلنا شغالين بيها، لمميزات كتيره احنا ذكرناها كتير في فيديوهات قبل كده. فبتبدا ان انت تاخد الاساسيات بتاعه اللغه ديت وتبدا ان انت تذاكرها. بعد كده بتبدا ان انت مثلا ايه تحل عليها بروبلم سولفنج. دلوقتي انا هحل بروبلم سولفنج على الحاجه اللي ذاكرتها. يعني انا مثلا حليت ذاكرت داتا تايب هحل عليها الشيت بتاعها، ذاكرت لوب هحل عليها، ذاكرت فانكشن هحل عليها، ذاكرت سترينج هحل عليها، ذاكرت كذا هحل عليه. فدي الفكره. في حاجه تانية، ان انا اخد يعني انا اكون مذاكر البيزك بتاع اللغه نفسها عشان اقدر احل كده كده يعني بالطريقه دي او بالطريقه اللي لسه هقولها دي. الطريقه التانية ان انت بتبدا تمسك المساله وبتبدا ان انت تحل من غير ما تبقى عارف التوبيك اللي انت هتحله عليها. يعني انت لما بتبقى مذاكر داتا تايب او لوب او فانكشن وتيجي تحل عليهم، بتبقى عارف انت اصلا مذاكر ايه فبتحل عليها، فبتبقى الفكره جايه فبتبقى الفكره في دماغك شغاله. انما دلوقتي الفكره دي ان انت بتحل المساله من غير ما تبقى مذاكر التوبيك. فالفكره كلها ان انت بتبدا تروح المساله ان انت مثلا بتحل على الريت، فمتبقاش عارف التوبيك ايه. مثلا لو بدات من ريت 800 فبيبقى عندك امبلمنتيشن او بروت فورس، او ساعات ماس، او ساعات جريدي، او ساعات على حسب. فانت مثلا لو انت مش مذاكر التوبيك ده عرفت تحل المساله كويس، يبقى انت كويس في الريت ده او كويس في الحته دي. فانت بقى بتبدا تشوف الريت الاعلى. لو انت ما لقيتش نفسك ان انت ما عرفتش تحل المساله وفكرت فيها كتير ما عرفتش تكودها، فبتبدأ ان انت بتشوف التوبيك بتاعها، بتبدأ ان انت تعمل سيرش على التوبيك، وتبدأ ان انت بعد ما تسيرش بتبدأ ان انت ايه تذاكر التوبيك، وبعد كده بترجع تحل المسألة. بعد ما تحل المسألة بتحل كذا نوع، بتحل كذا مسألة على نفس التوبيك، ويبقى انت كده خلاص ان انت قفلت التوبيك ده. فبتبدأ تعلي الريت بتاعك وتبدأ ان انت تدخل على حاجات تانية وتبدأ ان انت تحل، وهكذا. الطريقتين دول كانوا في شيت دكتور مصطفى سعد، فهبقى اسيبه لكم برضو في الديسكريبشن او في اول كومنت. كان شارح الطريقتين وكان معاهم فيديو شرح برضو، عشان لو انت عايز تشوف الشيت ماشي ازاي هسيبه لك. كل حاجه، كل المصادر بتبقى في الوصف، فالوصف ده مهم ان انت تبص عليه كل فيديو. رقم اتنين، لو انت بتحضر الانترفيو كل الاعتماد بتاعهم بيبقى على ليد كود ستايل، الاسئله بتاعت ليد كود. فكل التركيز بتاعهم على بروبلم سولفنج، داتا ستراكشر اند الجوريزم. فالفكرة كلها ان انت بتبدأ تكون نفسك في الحتة دي عشان هيبقى فيها اسئلة كتير. طيب هل لو انا في هندسة او في تجارة او في طب وحبيت مثلا اشارك في الاي سي بي سي هعرف ولا مش هعرف؟ ده من اكتر الاسئلة اللي اتسالت لي برضو في الفترة اللي فاتت، او من اول ما بدأت خالص. والسؤال ده بيجي لي اللي هو انا دلوقتي في تجارة، انا في اداب، انا مش عارف في ايه، انا في اعلام، انا عايز اخش مثلا اشارك مع المسابقة، اشارك في المسابقة مع الجامعة بتاعتي. فالفكرة كلها ان انت بتروح دلوقتي لحاجة عندك في الكلية عندك او في الأكاديمية، بتروح لعلوم حاسب او حاسبات ومعلومات. لو انت في جامعة هتروح لكلية حاسبات ومعلومات، لو انت في أكاديمية هتروح لعلوم حاسب. على حسب المسميات، يعني ممكن تكون هي هنا، هي هنا، فمع اختلاف الأسماء بس هي نفس الحاجة. هتروح تقول لهم انا عايز كوميونتي الاي سي بي سي، انا عايز ادخل في كوميونتي الاي سي بي سي. فهتروح تكلم الليدر، هتقول له انا عايز، انا في كليه كذا وانا من نفس الجامعه، وعايز ان انا اشارك معاكم في الاي سي بي سي. فهيبدا ان هو يدخلك ويبدا بقى ان هو يبعت لك الشتات، لان الكوميونتي بتاع الجامعه بيبقوا بينزلوا شرح بقى وحاجات وحل والحاجات ان انت هتلتزم بيها مع الكوميونتي. فبتبدا ان انت بقى ايه بتبقى داخل الكوميونتي وعارف اصلا هتعمل ايه جوه
بيبقى فيه الليدر بقى بيقول لك هتعمل ايه وهتحل ايه ومش عارف ايه، لان السؤال ده من اكتر الاسئله اللي جات لي. فهو تنفع، ما تقلقش من اي حاجه، والدنيا جميله خالص. ايه المهارات المطلوبه منك تكتسبها عشان اقدر اقول على نفسي اني جاهز للمسابقه؟ انت دلوقتي حددت هدفك ان انت تبقى كومباتيتيف بروجرامر، فكل الفكره اللي انت بتبقى بتتدرب عليها ان انت بتتدرب على السرعه، وان انت تدخل كونتستات كتير، وان انت تبقى تعرف ان انت تتواصل مع الفريق بتاعك وانت تحل كتير مع الفريق بتاعك. فانت دلوقتي كومباتيتيف بروجرامر، كل الهدف بتاعك ان انت بتدخل كونتستات كتير عشان تتعود على جو المسابقات، لان المسابقه بتاعت الاي سي بي سي بتكون نفس الكونتستات اللي بتبقى على كود فورسز. وبس الفكره كلها ان بيكون اكتر شويه، وعدد والوقت بتاعها بيبقى اكبر. من الحاجات المهمه ان انت تحل مع التيم بتاعك عشان تبداوا تتعودوا على بعض، وتبداوا ان انتوا في المسابقه يبقى في بينكم كونكشن، وتقدروا ان انتوا تتواصلوا مع بعض، وتقدروا تبقوا فاهمين بعض في حل المسائل. طيب بقى خد تعالى لي، بما ان احنا قربنا نخلص، قول لي ايه احسن رود ماب للبروبلم سولفينج؟ بس لقيتها. مفيش حاجه اسمها احسن رود ماب واوحش رود ماب. انت بتشوف انت على حسب ايه المناسب ليك، بتبدا ان انت تحدد والله انا همشي في كذا او همشي في كذا او هعمل كذا او هعمل كذا. وانت دلوقتي قادر تحدد انت هتعمل ايه. طبعا عارف انت هتعمل ايه. لا. وبس كده انا خلصت. ما تنساش بقى تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش بقى تتابعنا على التليجرام، لان ده حرفيا بص ده مغرد علي بابا، ده بينزل فيه حاجات ما بتنزلش على اي حاجه تانية. واتبعنا انستجرام، واتبعنا لينكد ان، واتبعنا فيسبوك، وتشغل بالدنيا كده. وخليك دايما مفيد ونافع للناس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.